دي طبعا كانت مداخله المستشار جلال ابراهيم معانا بتاريخ 7/5. وخلينا نقول بس انه محدش يزعل مننا سواء من مجلس اداره الزمالك او من محب طبعا نادي الزمالك او شيكابالا او جمهور الزمالك، لان احنا في النهايه نبحث عن الحقيقه. اذا كان شيكابالا لا يرغب في توثيق عقده والحق معه والقانون واللوائح تمنع ذلك، فلا بد وان نطالب بذلك. واذا كان من حق الزمالك ايضا توثيق العقد فلا بد وان نطالب بذلك. لكن طبقا للاوراق اللي قدامنا وطبقا حتى لمداخله المستشار جلال ابراهيم، اعتقد ان الموضوع في صالح شيكابالا وليس في صالح نادي الزمالك. في المكان اللي انا قاعد فيه ده جه الدكتور عبد الله جورج وحضرتك سالته على تجديد شيكابالا وممكن توثقوا العقد القديم، وهو بنفسه قال مش هنلاعب حد عندنا غصب عنه. قال كده. شيكابالا مش عايز يلعب في الزمالك دلوقتي. بص، شيكابالا ما فيش لعيب بيحب ناديه زيه. انت حضرتك عمرك شفت لاعب بيروح مع جمهور الدرجه الثالثه ويشجع ناديه ويشيل شماريخ ويمسك ما اعرفش يولع شماريخ؟ عمري ما شفتها بصراحه. ده ايه حب النادي ولا لا؟ بص يا محمد، في 3 حاجات انا هقولهم للجمهور برضو عشان يعرفوا شيكابالا بيحب نادي الزمالك قد ايه. اول مره لما جه من باوك وما كانش في مجلس اداره في نادي الزمالك اطلاقا، ومضى، وعايزين نقول يعني ان هو مضى في الاهلي، ولكن اول ما تعين مجلس استاذ ممدوح عباس وجه الزمالك على طول غير مساره وجه الزمالك. هو مين اللي كان وداه الاهلي وقتها؟ كان الكابتن تامر النحاس. تامر النحاس. ومين اللي جابه من الاهلي على الزمالك؟ انا. انت رجعته الزمالك؟ انا رجعته الزمالك. انت قالوا لي قبل كده برضو ان انت السبب في ان عمرو زكي كان جاي من بره على الاهلي وانت على الطياره رحت جبته على الزمالك. عملت كده فعلا حقيقي. والشريف اشرف كان في الاهلي وبرضه كان في يعني ثغره كده وانا جبته الزمالك. انت بتعمل ده شغل ولا حبا في نادي الزمالك ولا انت من انا ما اقدرش انكر خير نادي الزمالك عليا، ولكن الشغل يعني لما بتكون بتحب مكانه وبتشتغل له بيبقى جميل جدا يعني. تمام. الحاجه الثانيه اللي شيكابالا اثبت ولاؤه فيها لنادي الزمالك العقد اللي اتجدد ده. لما كان جاي له اندرلخت كانت مبالغ كبيره جدا، وبرضه ساب اندرلخت عشان نادي الزمالك. المره الثالثه لما كل لعيبه الزمالك او اكتر من 15 لاعب من 3 شهور قدموا شكوى في نادي الزمالك عشان مستحقاتهم، شيكابالا ما قدمش شكوى. ولغايه اخر لحظه شيكابالا كان عايز يقعد في نادي الزمالك، ولكن ما اعتقدش ان حركه زي اللي حصلت فيه كده تخليه على الاقل في وجود المجلس الحالي. طيب خليني ارجع ليك تاني. هو نادي الزمالك بيقول ان شيكابالا ان العقد لازم يفعل، وان شيكابالا عليه غرامات من باوك لما رجع نادي الزمالك كان 990 الف يورو اعتقد، ولا كام؟ هم بيقولوا 900 الف يورو و90 الف يورو اتعاب محاماه. تمام. 990 الف يورو. وانه الفيفا قال ان شيكابالا غرامه على شيكابالا. مظبوط. تمام. انت جبت لنا ده من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي العقوبه الموقعه من الفيفا على قصه شيكابالا. احنا قدامنا اهي. مظبوط. تمام كده. يعني حضرتك ترجمها؟ ترجمتها. اكدت المحكمه الرياضيه الكاس في 20 يونيو 2008 انه لابد من ان يدفع شيكابالا والزمالك معا التعويض المفروض نتيجه للاخلال بالتعاقد مع باوكا اليوناني والمقدره ب 990 الف يورو، مع وجوب ايقاف اللاعب عن المشاركه في المباريات الرسميه لمده 6 اشهر. يعني الزمالك وشيكابالا معا، مش اللاعب لوحده ولا النادي لوحده. بص يا استاذ محمد، لما بيجي الفيفا يوقع عقوبه على اي لاعب بتبقى نسبه في عقوده. شيكابالا عقده في باوك كان 200 الف دولار، وعقده في نادي الزمالك كان 500 الف جنيه و600 الف جنيه. فمش ممكن يوقعوا على اللاعب 990 الف يورو. ويعني انا برضو ما رضيتش اقول الكلام ده من غير ما اجيب معايا دليل. وهي برضو الطبيعي بتاع الكلام ده ان شيكابالا يتعاقب بال6 شهور ونادي الزمالك اللي يدفع 990 الف يورو كترانسفير لانتقال اللاعب. تمام. يعني هو شيكابالا ما عليهوش ولا مليم لنادي الزمالك. امال انت تفسر بايه ان الزمالك قال ان هو عليه العقوبه دي ولازم تخصم منه؟ لا انا ماليش دعوه الزمالك، يعني هو ما فيش تفسير، لكن انا بتكلم اي حاجه ورق رسمي وقائع. الورقه دي جايبها من الفيفا. تمام. ويعني شيكابالا ما فيش حد يضحك عليه تاني خلاص. شيكابالا ليه ظهر وما فيش حد يضحك عليه خالص 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 تاني. كان بيضحك عليه يا سمير بقى شيكابالا؟ شيكابالا كان طيب، ما فيش حد يعني كان طيب وكان بيمشي الدنيا. لا خلاص ما بقاش طيب دلوقتي. لا مش هبقاش طيب. كل حاجه هتبقى بالورقه والقلم، لان يكفي يعني ان شيكابالا دلوقتي لاعب عنده 25 سنه وفي موهبه شيكابالا وعقده 900 الف جنيه. وفي ناس يعني بتاخد مبالغ اكبر منه وما خدوش احسن لاعب في مصر السنه دي. واقل منه كتير. طب خلينا ناخد شويه جانب انساني في شيكابالا قبل ما نرجع نتكلم في الموضوع ده. شيكابالا 25 سنه، مفترض لاعب في موهبه شيكابالا
وفي سن شيكابالا 25 سنه، يعني راجل بيلعب كوره بقاله 7 8 سنين مع الزمالك في الفيرست تيم اعتقد. تمام. واحترف في باوك اليوناني. انا متصور ان عنده ثروه. انا بسمع ان شيكابالا ما حلتوش حاجه. ما هو لما يكون عاوز 900,000 جنيه مش هيبقى حيلته حاجه. فعلا يعني شيكابالا فعلا يعني مش من الناس اصحاب الثروات، مش من اللعيبه اصحاب الثروات خالص. يعني يكفي ان الشقه اللي قاعد فيها ايجار بيدفع له، يعني كان مش عايز اقول بيدفع له النادي، هو لغايه يعني من شهرين كان بيدفع له استاذ ممدوح عباس وهو بره النادي. يعني شيكابالا ما عندوش شقه تمليك؟ لا لا يا راجل. وعربيته عنده عربيه اكيد؟ كده عنده عربيه لكن شقته اللي هو ساكن فيها ايجار. طيب ما عندوش رصيد في البنك؟ لا اطلاقا. وانت انا مطلع على حياته، عارف ان اصل انا وشيكابالا نعتبر واحد. يعني هو يعني الراجل معاه كل حاجته معايا وانا كل حاجتي معاه، مفيش اي خلاف بيننا في اي حاجه. يعني انت اللي بتقوم بكل امور الماليه والكلام ده انت مطلع عليه؟ تمام. فعلا ما عندوش رصيد في البنك؟ لا اطلاقا. انت حاسس ان شيكابالا، مش هقول اتسرق طبعا، لكن اتسرق عمره الفتره اللي فاتت؟ هو عشان يلعب في نادي الزمالك شيكابالا يعني عايز اقول لك ضحى كتير جدا. لو شيكابالا في نادي تاني كان بقى عنده فلوس. لو شيكابالا في النادي الاهلي كان العقد ده يعني هقول لك ضعفين العقد اللي بياخده شيكابالا في نادي الزمالك لما كان راح النادي الاهلي من 5 سنين. لكن هو ضحى بكل ده عشان نادي الزمالك. طب انت شايف ان يعني يجب على الزمالك في المقابل دلوقتي ان يترك شيكابالا لحاله؟ والله بص، يعني خلينا برضه نتكلم بلغه الاحتراف، مفيش عواطف. هم معاهم عقد وراحوا وثقوه في اتحاد الكوره، واحنا معانا حق وهناخده. اتوثق العقد خلاص؟ راحوا قدموا توثيق، لا لغايه دلوقتي لسه ما توثقش. هم معاهم عقد وبيقولوا عليه صحيح، واحنا معانا الحق وهناخده. طب انتوا قمتوا باسناد الموضوع لمحامي اسباني، قدم محامي معروف، انا عرفت خوان لوبيز ده. قول لي تاريخه ايه المحامي ده؟ خوان لوبيز ده من اكبر محامين العالم، ودكتور اشرف صبحي عرفه. هو محامي اللي عمل العقد الكونتراكت بتاع زين الدين زيدان لما اتنقل من يوفنتوس ريال مدريد. هو يعني بيدي محاضرات لنادي برشلونه، للمحامين بتوع نادي برشلونه ونادي فالنسيا. هو رئيس، يعني هو من فالنسيا اساسا، وهو رئيس يعني تقريبا الشؤون القانونيه في نادي فالنسيا، مستشار مش رئيس، يعني مش موظف، مستشار هناك، ومستشار بتاع الاتحاد الاوروبي لكره اليد. لا حاجه يعني معروفه جدا في اوروبا. طب وده اكيد يا سمير يعني ما قابلتوش على القهوه في مصر الجديده؟ لا اكيد. يعني اكيد حد كلمه لك وقال لك خد خوان ده هو اللي خلص لك الموضوع ده؟ بيتردد نادي الشباب السعودي هو اللي عامل الموضوع ده، واحنا في قعده صراحه. نادي الشباب السعودي من ضمن العروض المقدمه لشيكابالا. لا يعني اقصد هو اللي موكل هذا المحامي في المساله دي؟ لا هو ما وكلوش، بس ممكن تكون عرفوكوا عليه. ممكن، يعني مش اكيد طبعا، بس ممكن يكونوا هم قالوا ان الراجل ده كويس. تمام. ممكن يكون حد تاني قال لنا الراجل ده كويس. يعني بس هو ما تقول لنا، ما انت اللي عندك المعلومه ممكن نجيبها نصرفها فين؟ لا هو يعني في ناس فعلا قالت لنا المحامي ده كويس جدا، وبقاله فتره كبيره ما بيخشش اي حاجه في الفيفا الا ما بياخدها. تمام. انتوا عرضتوا عليه الموضوع؟ انا عايز اقول لك ان لما عرضنا عليه الموضوع ضحك، قال ده الموضوع ما ياخدش نص ساعه في الاتحاد بتاعك. طب هو كان شايف من الناحيه القانونيه الاخطاء فين؟ يعني الحق يجي ازاي؟ يعني قال لك مثلا النقطه دي كذا، النقطه دي هو كذا. اول حاجه قالها ان ما فيش عقد في الدنيا بيتوثق بعد نهايه سنه منه. دي ما شافهاش قبل كده في اي حته في العالم. اي حاجه في الدنيا مش في الكوره بس. مش ممكن يعني سنه بعد كده بقى لما بدنا نتكلم بالتفصيل. طب هو بياخد بنود، بياخد فلوس من يعني بتطبقوا انهي عقد؟ العقد القديم. طب ازاي جاي دلوقتي؟ طب اللائحه بتاعتكم بتقول ايه؟ اللائحه بتاعتنا بتقول كذا كذا كذا. طب انت عايز ايه؟ طب بقاله قد ايه ما خدش فلوس؟ بقاله 6 اشهر. قال لك دي اللائحه بتاعت الفيفا بتقول لو شهرين ما خدش فلوس يفسخ عقده تلقائيا. اي لاعب. فقال لك ازاي؟ لان اللاعب اساسا يعني دي وظيفته ودي الشغلانه بتاعته، لو ما خدش منها فلوس هيركز ازاي؟ هيبقى ما ينفعش يعني. فكل الحاجات دي ده لسه بقى ايه، ما دخلناش بقى على الحاجات القانونيه. ان العقد شيكابالا محمود عبد الرازق ماضي، وبعدين مستشار جلال ابراهيم ماضي ب9 أو 10 شهور. دي قصه بقى تاني كبيره يعني. طب انا عرفت ان الراجل يعني هو فاتح خط مع لجنه شؤون اللاعبين في مصر. هو بيخاطب الاتحاد المصري، والاتحاد المصري في ليه فاكس واحد
انت عايز تخاطب لجنه شؤون اللاعبين بتكتب السيد رئيس لجنه شؤون اللاعبين، عايز تخاطب رئيس اتحاد الكوره بتكتب رئيس اتحاد الكوره، تخاطب السكرتير العام تكتب السكرتير العام. فهو خاطب رئيس لجنه شؤون اللاعبين مره يوم الثلاث اللي فات، وخاطبه النهارده تاني. خاطبه النهارده بيطالب بايه؟ انا قدامي صوره اهي من مخاطبته اليوم لاحمد الضبع، السيد احمد الضبع رئيس لجنه شؤون اللاعبين. تمام. دي يمكن اهي معناش يمكن صوره سكان ليها، فيا ريت تعملوا كلوز لو سمحتوا على الكفر ليتر بتاع الشكوى اللي قدمها المحامي اخوان لشيكابالا وموجهه لاحمد الضبع. مستر احمد الضبع قدامنا زي ما احنا شايفين. في نسخه منها راحت نادي الزمالك برضه. وبعت نسخه ايضا لنادي الزمالك. بعت نسخه من نفس الموضوع ده لنادي الزمالك. تمام. يعني واحنا بنتكلم كده عشان بنترجمها بسرعه، زملائي في الاعداد بيترجموها سريعا. اقول بعض النقاط اللي هي في هذه الشكوى. يعني هو بيقول اخوان لوبيز بيقول اولا اود ابلاغكم ده بيوجه طبعا لاتحاد الكره ولجنه شؤون اللاعبين واحمد الضبع انني محبط للغايه بسبب عدم تلقي اي اخبار منكم منذ اخر اتصال بيننا في 13 يوليو 2011. يعني هو اخر اتصال بينه وبين احمد الضبع كان في مش اتصال، هو فاكسات. اتصال يقصد بيه يعني ورق يعني مكاتبه، يعني كان من اسبوع. تمام. مفيش اي رد عليه. ما حدش رد عليه خالص. اتحاد الكوره ما ردش. لا خالص. طب ليه؟ يعني تفسر ده بايه؟ ما هو الراجل يعني برضو ما ردش، بعد تاني. في بعد اتحاد الكوره اكيد في حاجات تاني، يعني ما هو مش. هل عندكم احساس ان اتحاد الكوره يعني في صف الزمالك في القضيه دي، خصوصا ان هو اعلن؟ بص يا استاذ محمد، اعلنوا بسرعه ان هم اذا الزمالك دفع الفلوس هيتم توثيق العقد. والله بص، هو انا ما اعرفش موضوع، يعني هم في حاجه مش واضحه في لجنه شؤون اللاعبين. يعني هو قالوا ان احنا طلبنا من الزمالك اوراق، ايه الاوراق دي؟ ما حدش راضي يقولها لي. تمام. يعني ايه ما حدش راضي يقولها لك وانت ما حدش راضي يقولها لاعب ومحاميه؟ يعني من حقك انك تعرف. ما اعرفش. انت سالت الاستاذ احمد الضبع بعد الجلسه الاخيره، وقفت معاه اكتر من ساعه. الاستاذ احمد الضبع طب ايه الاوراق؟ ايه الحاجات؟ طب قلنا السيد احمد الضبع على التليفون يا جماعه لو سمحتوا. ايه الاوراق؟ ايه الكلام ده؟ ما قال لي احنا طلبنا اوراق من الزمالك وهنجهزها وهيجهزها وخلاص. وقعد يتكلم معايا يقول لي طيب ما اللاعب هياخد فلوس كويسه واللاعب هياخد فلوس كتير. قلت له لا، يعني اللاعب هياخد فلوس كويسه ده احنا اللي نقول. هو حابب يمشي الموضوع ودي. مشوا الموضوع ودي. لا، هو قال لي يعني انت والزمالك اقعدوا ومشوا الموضوع ودي والكلام ده. قلت له يعني حضرتك انا دلوقتي ليا لائحه وليا بنود وليا ان انا على حق اخد حقي وبعد كده نشوف. لما بتروح بتقعد مع الكابتن احمد الضبع ولا مع كابتن مجدي عبد الغني؟ لا كابتن احمد الضبع. كابتن مجدي عبد الغني. مع كابتن مجدي؟ لا كابتن مجدي طبعا على المستوى الشخصي ده كابتننا كلنا. لا يعني اقعد معاه عادي. لا في الموضوع ده لا، الكابتن مجدي ما قعدت مع احمد الضبع، مع المستشار احمد الضبع. تمام. طيب اكمل مع حضراتكم. هو بيقول اخوان ده كما تعلمون بالتاكيد القضيه بكل بساطه تم خرق العقد من جانب الزمالك، كما ان النادي لم يكتفي فقط بعدم دفع مستحقات اللاعب طبقا للعقد، يقصد العقد الجديد، لكن يريد ايضا دفعه لتوقيع عقد جديد كي يحصل على مقابل مادي نظير انتقاله لنادي اخر. بما ان اللاعب بوضوح لا يرغب في البقاء مع نادي الزمالك، ردكم علينا امر مهم جدا ومطلوب، والا سنضطر لاتخاذ خطوات قانونيه جديده وننذركم مجددا بالقضيه. اللاعب مرتبط مع النادي بعقد ينتهي في 31 ديسمبر 2011، العقد اللي هو القديم اللي هو قبض بناء عليه الموسم اللي منقضي. 2. النادي يقول ان اللاعب ارتبط بعقد جديد، لكن اللاعب ينفي ويؤكد ان العقد لم يتم تسجيله نهائيا طبقا لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم مادة 4، ودي اللي احنا اظهرناها لحضراتكم. كما لم يتم توثيق العقد في المدة المحددة طبقا لقواعد الاتحاد المصري مادة 5، وعليه فإن العقد غير مسجل وغير قابل للتنفيذ. 3. اللاعب لن يحصل على مستحقاته طبقا للتعاقد، وهو ما يعد خرقا للتعاقد، ونحن شددنا مرارا على هذه النقطة في مناسبات عديدة ونؤكدها مجددا لكم ولنادي الزمالك. دي أول بعد كده لذلك نطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم الآتي: 1. اللاعب حصل فقط على 400,000 جنيه في حين أن مستحقاتي تبلغ 900,000 جنيه. هو بيتكلم على العقد القديم. لذلك فإن نادي الزمالك مخطئ، واللاعب ليس ممتعضا فقط من هذا التصرف، ولكن يعتبره خرقا للتعاقد، وهو ما يجعله قادرا على أن يصبح حرا بسبب هذا الخرق الواضح للتعاقد في أمر ضروري وملزم، وهو أن يدفع صاحب العمل أجر موظفيه.
هذا حق واضح واصيل للموظف اللي هو اللاعب ان يحصل على اجره من عمله الاساسي، وهذا امر تحميه كل الانظمه القانونيه وقوانين الفيفا والمحكمه الرياضيه ايضا. وبيقول لم يحصل على اي نسخه من العقد الجديد، وهو يعترض على توثيق العقد الجديد. طيب هقول لكم بقى نقاط الوقت